قاسم مريحان أحد أبناء الجدعان بمأرب يمثل نموذجا للثبات في أرض المعركة، حيث حوصر داخل أحد القرى فخاض المعركة وحيدا حتى تمكن من طرد الميليشيا الانقلابية. تفاصيل في حكايتي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حكاية جديدة من حكايات الجدعان. سألتقي هنا مع قاسم مريحان أحد أبطال الجدعان، والذي تحاصر بين الميليشيات الحوثية لمدة 3 أيام في أحد المواقع، ومع هذا فقد تمكن من تحرير الموقع وإدخال الذل والرعب داخل قلوب الميليشيات الحوثية التي كانت متواجدة. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بك أخ قاسم. جاتنا أوامر بالانسحاب، فانسحبوا أفرادنا وأخواني اللي معي. في نفس الوقت انتظرت، أنا قلت يا شباب أنا بأنتظر حتى أني أغطي على الشباب اللي ما جاهم الخبر بالانسحاب. فانتظرت قليل، ما دارت إلا وقد الحوثيين